السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. والوصفة ديالنا اليوم ان شاء الله هي واحد الكيك من حجم عائلي اللي كيجي ناجح، المقادير ديالو مضبوطة للناس اللي عندها مشاكل في الكيك اليومي اللي كنحضروا يوميا. فهاد المقادير اللي غنعطيكم ان شاء الله كتعطيكم واحد الكيك ناجح اللي ما كيجيش هكا معجن من الداخل، ما كيجيش اللون ديالو حمر وكيجي بحال شي جينواز. غير تبعوا معايا ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 5 ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم كبير. الا كان البيض صغير غديروا 6. ضروري الحجم ديال البيض يكون كبير. عندي هنا 260 غرام ديال الدقيق نوعيه جيده خاص بالحلويات، ما يعادل 2 كيسان ونص ديال العنبه. عندي هنا 4 كاس ديال العصير ديال الحامض او العصير ديال الحامضه متوسطه، المهم 4 كاس ديال العصير ديال الحامض. عندي واحد الكاس مع مرش تقريبا حتى الفوق ديال الزيت، ما يعادل واحد 150 مليلتر. وعندي 180 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس ديال العنبه عامر، وجوج ديال الساشي ديال خمارات الحلويات، وواحد الفاني، والقشور ديال ديك الحامضه اللي عصرنا العصير ديالها، وقرصه ديال الملح ضروري باش كتصحح لنا الذوق. غنبداو بسم الله. غنديروا اول حاجه البيض في البول. كما قلت لكم البيض ضروري يكون الحجم ديالو كبير. وعندي هنايا 180 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس ديال العنبه عامر حتى للفوق. غنزيدوا الساشي ديال الفاني وغادي نطربوا مزيان هاد البيض مع السكر سنيده. ضروري نطربوا البيض حتى يطلع بحال غنصايبوا شي جينواز. هذا سر من اسرار ديال النجاح ديال هاد الكيك، لانه ما فيهش نهائيا، يعني ما تخافوش هاد الكيك ما ينجحش معاكم. وصفه ناجحه ومعتمده الكيك هكا اليومي بالحجم العائلي الكبير اللي كنحتاجوه بزاف بزاف. لاحظوا معايا هنايا راه البيض ضاعف الحجم ديالو. غادي نبدا كنضيف الزيت. عندي هنا 150 مليلتر ديال الزيت، كاس ديال العنبه مع مرش حتى الفوق. غادي نضيفو وانا كنطرب مزيان. وكما قلت لكم ضروري تطربوا البيض مع السكر سنيده حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان ويولي بيض صافي. هنا غادي نحبس التطراب وغادي نضيف هذاك القشور ديال الحامض. ممكن تستعملوا الحامض الخضر حتى هو كيجي زوين، المذاق ديالو زوين. هنا درت هنايا الحامض الصفر. غادي نعاود نطرب وغادي نبدا كنضيف الدقيق. راه هو ديجا مغربلاه وغادي نعاود نغربلو. ضروري تغربلو الدقيق حتى لاخر لحظه، حتى هادشي كيعاون باش ان الكيكه كتجي لينا مهويه وما كتجيش مدقصه من الداخل. ضروري نعاودو ديما التغربيل ديال الدقيق. كما قلت لكم هنا عندي 260 غرام، ما يعادل 2 كيسان ونص بالعنبه الناس اللي كتبغي تعبر بالكاس. من بعد ما كندخل الدقيق راني غادي نضيف هذاك 4 كاس ديال الحامض وجوج ديال الخمارات. كنعتذر لان هذا المقطع تحدف ليا، وكندخلهم في الخليط ديال الكيك. كما قلت لكم الحامض والخماره هي اخر حاجه. لاحظوا معايا القوام ديال الخليط كيفاش كيكون. وهنا غندوي لكم شويه على المول. هنا راه عندي مول من الحجم الكبير. هاد المقادير ديال الكيك اللي عطيتكم راها كتعطي كيكه عائليه من الحجم الكبير اللي مدهون من قبل بالزبده ومرشوش بالدقيق. لاحظوا معايا الحجم ديالو مقارنه مع يدي. المهم ضروري يكون المول من الحجم الكبير. صافي هنايا غادي نكون كنسخن الفران على 170 درجه من التحت فقط، وغادي نطلع يدي للفوق كما متعودين، وغادي نكب الخليط كامل ديال الكيك كما كتلاحظوا معايا. هذا هو القوام ديالو. المهم غير ديروا المقادير مضبوطه وعبروها، راه غادي ينجح لكم ان شاء الله 100%. كما قلت لكم الفران سخون على 170 درجه. غير من التحت غادي ندخل الكيك ديالي. غنقول لكم انا الطريقه اللي لقيتها ناجحه بالنسبه ليا في الطياب ديال الكيك. كندخلو على 170 مده ديال 25 دقيقه تقريبا حتى كيبان ليا هكا طلع، ولكن هو باقي بيض، غير كيبان ليا بحال هكا طلع مزيان. فكنحول الفرفاره. الناس اللي عندهم الفرفاره في الفران كندير الفرفاره اولا لا شالور تورنونط وكنقص الحراره من 170 كنخليها غير 150 ولا 160، وكيكمل هكا الطياب ديالو واحد 25 او 20 دقيقه اخرى عفوا حتى كيطلع كيبدا هكا كيبان ليا وهو كيطلع وهو كيتحمر. الناس اللي عندها فران عادي راه غادي يطيبوه بالطريقه العاديه اللي متعودين نطيبوا بها الكيك، لان كل فران
وكيفاش كيصدق لينا الكيك، ماشي بحال نفس الطريقه. المهم شوفوا نتوما الطريقه المناسبه للفران ديالكم. صافي هنا من بعد ما طاب غادي نخرجوه، غادي نخليه يرتاح واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق. راه كيجي هشيش وكيجي اسفنجي بحال شي جينواز. صافي غادي نقلبو من بعد باش ما غاديش يعرق ليا في المول، باش ما يعني يفزكش بداك العرق ديالو يرجع عليه. صافي غادي نقلبو في المول كما كتلاحظوا معايا، راه كيجي عالي بزاف. هنا راه المول كبير بزاف، هاد المول راه خديته من صاغا كويزين اللي بغاه، راه زوين. لاحظوا معايا كيفاش كيجي الكيك هشيش بزاف. انا بالنسبه للتزيين راه ما درت حتى شي حاجه، خليته هكا طبيعي. نتوما التزيين ديروا اللي بغيتو، دهنوا بالكونفيتور والكوك ولا باللوز مهرمش، ولا ممكن ديروا اللوز افيلي من الاول ويطيب معاه، كيجي زوين وكيعطي فيه ديك التقرميشه وديك التحميره. ضروري ما غادي نقطع معاكم مرسوم من الكيك باش غادي تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. غير تبعوا المقادير ان شاء الله. الناس اللي ما كيصدقش ليها الكيك هذا راه ما فيش بزاف المقادير، واخا فيه 5 البيضات ولكن راه ما فيه لا حليب لا ياغورت لا والو، لان فيه غير العصير ديال الحامضه. لاحظوا معايا كيفاش كيجي بيض من الداخل وكيجي هشيش ورطب بزاف كما قلت لكم. كيجي بحال شي جينواز، ما كيجيش هكا كيتجبد، لاننا ما كثرناش فيه التخلاط ديال الدقيق. ما تكثروش التخلاط باش ما كيجيش داك الدقيق ما يطلقش لينا داك الجلوتين اللي فيه، وكيعطينا داك الكيك كيجي هكا كيتجبد من الداخل. هذا راه كيجي كما كتلاحظوا معايا، راه كلشي واضح في الفيديو. كيجي زوين بزاف وناجح. غير جربوه، انا متاكده غيولي عندكم معتمد بالنسبه للكيك اليومي. وضروري غنوريكم، غنقسموا لكم حتى من الداخل باش تشوفوا ملي كنقسموا كيفاش كيتقسم بحال شي جينواز، ما كيتجبدش كما قلت لكم، ما معجنش، وكيجي اسفنجي ومهوي بزاف كما كتلاحظوا معايا. انا تعمدت نصور لكم حتى ملي كيتقطع. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ديال الكيك وتنجح معكم ان شاء الله للناس اللي عندها مازال مشاكل مع الكيك اليومي. ونخليكم هنا حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلامه.